طرابلس عندما فاز الاهلي بهدف مقابل شيء. مويد لافي نقله ممتازه من مويد، كره داخل منطقه الجزاء وفرصه لصالح علالي. اول اهداف المباراه عن طريق فراس جمعه. فراس جمعه يتمكن من تسجيل اول اهداف المباراه بعد مرور دائما في موعد في الاحداث الرياضيه امامنا لقطه الاعاده. تدخل من زكريا اللافي والمتابعه كانت عن طريق احمد مصباح ويخطي المدافع بالفعل. هناك كان خطا واضح. كرة تعود لصالح هلالي. محمد غنودي وغنودي يتمكن غنودي من المراوغه والتوغل الغنودي وفرصه اخرى لصالح هلالي. نقلت لصالح هلالي. فؤاد تريكي لزكريا اللافي. زكريا ممتاز هذه النقله. فرصه لصالح هلالي. الثاني وهدف ثاني لصالح هلالي بالفعل. نقله ممتازه من زكريا اللافي للاعب محمد الغنودي اللي يجد نفسه في راد كامل مع الحارس حسين الجندي، وبكل هدوء بكل خبره هذا اللاعب محمد الغنودي يضع الكره في الشباك. اذا الهلالي يتقدم على صعيد النتيجه بهدفين مقابل نقلت لصالح هلالي. فؤاد تريكي لزكريا اللافي. زكريا ممتاز هذه النقله. فرصه لصالح هلالي. الثاني خطأ. كرة تلعب وفرصة من جديد والحارس نشوش يبعث في مرة أولى. فرصة لصالح يتألق محمد نشوش. كبير المدرب جمال بلورة ونجح في الثقة اللي نحالها المدرب جمال بلورة. كرة تعود من جديد لصالح هلالي داخل مناطق الجزاء وتبعد الكرة أو تغادر أرضية الملعب. ما ادري حكم اللقاء هناك. إذا كرة تلعب وفرصة والورفاني سند هدف لصالح هلالي من بني صاحب الهدف. نتابع الكره. المهدي يترقب. المهدي نفذ والمهدي سجل. صعبه جدا امامنا الاعاده بكل امتياز بكل دقه. يتمكن المهدي المصري وضع الكره داخل الشباك. المصري كرة تعود من جديد. فراس جمعة. فراس لزكريا مباشرة لفراس. خدوهات بينه وبين فراس جمعة. المهدي المصري ممكن يرفع كرة بالفعل. يرفع كرة وفرصة أخرى لصالح فراس جمعة والحارس فراس. كرة تلعب باتجاه سند الولفلي والتدخل موجود عن طريق في هذا اللقاء محمد شعبان. سيرة كبيرة، سيرة طويلة. اللاعبين داخل الملعب ما فيش نقالة باش يعني يخرج الملعب. لاعب حيعود للملعب. هناك لاعب اخر وكرة وتسديده وكرة ولو محمود ولو. زكريا يخطي فرصة لصالح الجنافي والنجلوش ودخول اللاعب للغلال رقم 4 محمود ولو. واكيد امتاع ابناء جمال بلورة يمتعون ويقنعون الجميع بأن الفريق في أحسن حالاته. وفي هذه الآونة مشاهدينا الكرام تأتي صافرة الحكم عبد الواحد حرويدة لتنهي دقائق الشوط الأول بتفوق. ويدرب الترسانة المدرب الوطني عبد الرؤوف بن نور. وفرصة من جديد لصالح هلالي داخل مناطق الجزاء. انتهت هدف ثالث من جديد لصالح هلالي عن طريق مؤيد الله في هذه المرة. زادت الإعادة. لاحظوا دق المراوغة من مؤيد ووضع الكرة على يسار حسين الجندي بكل هدوء. إذا هذا الشوط الثاني الأهلي يتمكن من التسجيل. ربيع اللافي تعود الكرة من جديد وفرصة لصالح هلالي. محمد الغنودي الرابع لا فرصة ضاعت لمؤيد اللافي. بكل امانه غريبه جدا من مؤيد اللافي اللي قلنا ما يضيعش مثل هذه الكرات، لكن هذه المره ما يفلحش مؤيد اللافي من تسجيل 4 اهداف في المباراه، والثنائيه كانت تكون لمؤيد اللافي ويتابعها فراس جمعه. بالفعل فراس جمعه يتابع هذه الكره، ينتظر المسانده فراس نقله طيبه لربيع اللافي كرة عاليه والراسيه بعيده. راسيه مؤيد بعيده. زكريا اللافي ودخول لاعب رويد حمدي. فراس جمعه يتقدم فراس وفرصه لصالح هلالي. فرصه هدف رابعه لصالح هلالي وكره تضيع. فرصه مازال الخط القائم على مرمى الترسانه لكن التغطيه كانت حاضره للدخول. وفؤاد تريكي حيغادر.
إذن يغادر فؤاد التريكي يترك المجال حاليا لكمال هذه المباراة للاعب أيوب حمدي. كل يتمنى ان تكون المباريات بالحضور الجمهور، لكن ان شاء الله مؤيد اللافي تابع هذه الكره ان شاء الله في الفتره القادمه. بعد مهدي المصري تلعب كره داخل المناطق. ايوب حمدي محاول المراوغه. ايوب حمدي يلعب كره وفرصه لصالح علالي وحارس المرمى، ومقصيه لصالح علالي والحارس موجود. وقصية من مؤيد اللافي موجود امامنا الاعاده. ايوب حمدي يلعب كره داخل المناطق والارتقاء، يعني مقصية ممتازه جدا من مؤيد اللافي، والحارس في الموعد الحارس حسين جندي يتمكن من ابعاد كره هدف رابعه لصالح علالي. في فتره الثمانينات في كره تعود لصالح علالي، فرصه هدف اخر ومؤيد اللافي غريب. مؤيد اللافي كان ينتظر في لعبة ذكية جدا من مؤيد اللافي، لكن الكرة تختار أن تذهب بعيدا عن الشباك. الحارس حسن الجندي أمامنا الإعادة بالفعل، عاد سقوط الكرة تغير اتجاهها. بدي إذن محمد أبو ستة مباشرة ونشلوش كرة لمست الشباك من أبو ستة. وبالفعل مشاهدينا الكرام في هذه الآونة تأتي صافرة حكم هذا اللقاء عبد الواحد الحرويدة لينهي